لو اللي جوه مش بيرفكت عمر ما اللي بره هيكون بيرفكت ابدا. النهارده هشرح كتاب، الكتاب ده غير حياة ناس كتير قوي من جميع انحاء العالم. كمان هو ما عملش الكتاب ده بس، هو عمل كتب كتير قوي كلها هشرحها لكم هنا. الكتاب ده بقى بيتكلم عن ايه؟ الكتاب ده بقى مش بيتكلم عن شغل وفلوس، لا ده بيتكلم عن شخصيتنا، بيغير معتقداتنا الداخلية للخارج، بيخلي كل حاجة من جوه نشتغل عليها علشان تبان علينا من بره. من أروع الكتب اللي قريتها في حياتي. تعالوا بقى نشوف الكتاب بيتكلم عن ايه. لو اللي جوه مش بيرفكت عمر ما اللي بره هيكون بيرفكت ابدا، ولا بالفلوس هتخليك بيرفكت، ولا بالشغل هتخليك بيرفكت. ايا كان انت مين في الكون، لو مشيت على العادات السبعة الاكثر فعالية بتاعة الكتاب ده، انت كل حياتك هتتغير كلها. من اللي من جوه هو اللي هيطلع اللي بره. الحاجات التحفة اللي من جوه هي اللي هتخلي اللي بره ده بيرفكت. ازاي بقى نتغير من جوه علشان يأثر علينا بالإيجاب من بره؟ وهمشي معاكم خطوة بخطوة، هلخص لكم كل حاجة أنا فهمتها. بص اسمعني، مهما عملت من بره، مهما لبست براندز، مهما ركبت عربيات، مهما سكنت في فيلا، لو كلمت بنت في الموبايل وانت اصلا من جوه زيرو. عارفين لما بيقولوا ده فلاح معاه ومعاه 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 بس طلع فلاح؟ سمعتها كتير الكلمة دي. مش فلاح مكان، فلاح الطبع. هو ده الناس اللي ما بتتغيرش من جوه. بص بقى، انت لو كنت فين، ساكن فين، بتعمل ايه، بس الحاجات اللي جوه perfect perfect، انت هتكون so attractive, so sexy, so elegant, so intelligent. هتكون في مكانة تانية. تمام؟ الكتاب ده بيقول ايه؟ وتعالوا بقى الخص لكم كل اللي انا استفدت منه. وبجد يا جماعة الكتاب ده تحفة 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 تحفة. بس اسمعوا الكلام اللي انا هقوله وطبقوه، اوكي؟ وانا كمان طبقته على فكرة، وحياتي بقت بيرفكت. على فكرة انا بطبقه من زمان قوي، لان انا بقالي سنين بقرا، لان هوايتي القراية. هوايتي القراية والرقص والطبخ والسفر. انا اوريدي مسافرة. بالنسبة للطبخ فانا كنت اشطر شيف في مصر بشهادة الاجانب قبل المصريين. طبعا مش هينفع اطلع الرؤوس، بس ينفع الخص كتب. ايه رأيك؟ اوكي. وهنا هبقى انا استغليت كل الهوبس بتاعتي. السفر انا اوريدي بسافر الحمد لله، وانا دلوقتي اوريدي بره مصر. الطبخ انا اشتغلت شيف بالفعل، وكنت اشطر شيف في مصر، ودي صوري. بالنسبه للرقص فانا مش هينفع اطلع ارقص قدامكم، بس انا برقص مع صحابي لما برجع مصر. بالنسبه للقرايه فانا دلوقتي قدامك هقول لك خلاصه كل كتاب انا قريته في حياتي. طب يا رانيا لخصيلي الكتاب ده في كلمتين. From the inside out. يلا بقى معايا نشرح العادة الأولى. الكتاب ده يا جماعة غير حياتي وغير ملايين من الناس حول العالم. عادات السبع للناس الأكثر فعالية. الناس الفعالة حرفيا هم اللي بيقدروا يغيروا حياتهم من جوه الأول، بعدين يغيروا اللي حواليهم من بره. ينفع انت من غير ما تتحسن أو تتغير من جوه تغير اللي حواليك؟ يعني مثلا أنا معرفش يعني ايه، مثلا اتكلم مثلا معرفش يعني ايه اعمل فطار، اروح اقول للناس لو سمحت اعملي فطار عدل، لو سمحت اعملي فطار كويس، لو سمحت الفطار ده مش كويس، لو سمحت الفطار ده اعمليه كويس. لا، لان انا اصلا مش بعرف اعمل فطار. ده اكزامبل، اوكي؟ مثلا مش بعرف احط ايلاينر، ده مثال. ينفع اروح للناس اقول لهم الايلاينر ده مش مظبوط، لازم تعدليه، لازم تعمل؟ ما ينفعش. بعمل حاجة بيرفكت وحياتي بيرفكت علشان انا اقدر اصلح حياة الناس. ما ينفعش انا اكون قاعدة مع شخص بيتكلم مش مستمع ليه، مش عارفة اسمعه، كل شوية بقاطعه، كل دقيقتين بقاطعه، وبتضايق ان الناس بتقاطعني، وبقول لهم لا لو سمحت محدش يقاطعني وانا بتكلم. طب انتي بتقاطعي الناس؟ ما ينفعش. تغير حياة اللي حواليك
وانت اصلا مش متغير. ما ينفعش تتكلم بطريقه وحشه وبالسوقيه وتيجي مثلا، يعني ده مثال، وتيجي للناس اللي بتتكلم بطريقه وحشه تقول لهم هو انتوا اللي بتتكلموا بطريقه وحشه لو سمحت اتغيروا. انت لازم تغير نفسك انت الاول، لازم تكون انت راقي الاول علشان تدي الرقي ده للي حواليك. مثال، ما ينفعش انت تكون ما بتعملش رياضه وتنصح حد تاني ان هو يعمل رياضه. الكتاب ده بيشرح 7 عادات، 7 عادات لو طبقتهم في حياتك خطوة بخطوة هتحس انك انسان ناجح متزن ومؤثر. تمام. be proactive، كن مبادرا، بادر بكل شيء ايجابي. العادة دي معناها ببساطة خدي مسؤولية حياتك، ما تعيشيش دور الضحية وتستني الحياة تتغير مع الوقت. مفيش حاجة هتتغير، حياتك اهي، انت اهو، انت اللي بتمسكي حياتك، اللي انت اللي بتمسكي زمام امور حياتك. ما تعيشيش دور الضحيه وتستني الظروف تتغير، الظروف مش هتتغير، انت اللي لازم تتغيري عشان انت اللي بتغيري الظروف، انت اللي تبداي بالتغيير. مفيش حد هيجي يغيرك، مفيش ابدا حد هيجي يغيرك يقول لك تعالى حبيبي انت في وضع مش كويس، تعالى اوديك وضع كويس. حبيبي تعالى انت مش معاك فلوس، تعالى انا هديك فلوس. محدش هيعمل معاك كده. محدش هيقول لك تعالى حبيبي انت مش بتعمل رياضه، تعالى انا اعلمك تعمل رياضه. حبيبي تعالى انت مش بتشتغل اصلا ومش معاك جنيه، تعالى انا اخليك تشتغل ويكون معاك فلوس. حبيبي انت، ما فيش حد بينقذ حد من مأساة. حتى لو حد اداك نصيحة، حد اداك جملة مفيدة، حد اداك حتى بوزيتيف انرجي في يوم او كل يوم مثلا، هيجي في يوم وهيستوب. لو حد بيكلمك يهتم بيك كل يوم فهيجي في يوم وهيستوب. انت اللي لازم تغير من نفسك، انت اللي ماسك امور حياتك، انت المتحكم الاول والاخير في حياتك. اوكي، فكن مبادرا. تبادر في ايه بقى؟ تبادر في تغيير نفسك للاحسن وللافضل. انا دلوقتي شعري it's damaged because I change colors so many colors، فدلوقتي my hair is so damaged. ايه بقى اللي هيخلي شعري يتحسن؟ هل مثلا حد هيجي ماشي في الشارع يقول لي رانيا oh my god your hair is so damaged please take care about your hair، او خدي مثلا الخلطه دي عالجي شعرك، او خدي الخلطه دي انا عملتها لك مخصوص هتعالج شعرك؟ no. انا اللي ملاحظه ان شعري it's so damaged، فانا لازم اعمل خلطات مكونات، لازم اشوف انا ايه الحاجات اللي ممكن تصلح شعري وترجعه من اول وجديد بيور. فمحدش هيجي ينشلك من الضياع نهائي. يعني انا لما قعدت فتحت مشروعي وقعدت مكتئبه، ما قعدت مكتئبه وانا جايبه حاجاتي كلها جديده لنج وفلوسي بتتصرف ما حدش هيجي ينشلني من الضياع يقول لي رانيا فوقي صحصحي ما تخليش الضغوطات تضغط عليكي وتوقفك، قومي يا حبيبتي قومي وانتي كل الضغوطات. مفيش اصلا حاجه في الحياه اسمها ضغوطات. انا اللي فوقت نفسي بنفسي. عايزه اقول لك 2025 كلها انا ضيعتها في مشروعي. تمام، ضيعتها في مشروعي وانا كنت في بلد غريبه، ويوم ما فتحت مشروع ما فتحتوش في مصر، فتحته بره مصر. فاللي غير نفسيتي انا اللي غير نفسيتي، انا اللي اقول لا اتس اوكي، فلوس راحت مش مشكله هيجي غيرها بكره. مشروع اخدت مكان غلط في شارع غلط في حي غلط في، مش مشكله عادي. انا كان لازم اخد الخطوه دي علشان الخطوه اللي بعدها اكون هنا قدامك بتكلم معاك وانت سامعني وبتاخد مني النصيحه ديت، انك ما تفتحش في اي مكان عبث كده، لازم تدرس المكان ده كويس. انا يوم ما خدت مكان خدته في الدور ال24، فمحدش شايفني اصلا، محدش يعرفني، محدش شايف المكان، لازم صرفت فيه كل فلوسي وانا اللي وضبته من الاول وجديد، فرشته من اول وجديد، كل حاجه من اول وجديد انا. وفي الاخر سبته ليه؟ لانه كان مكان غلط. مش هينفع ان اي حد ماشي في الشارع يشوف ده مكان الفلاني الفلاني او المشروع الفلاني الفلاني يدخل. لا، انا بقى قعدت في اكتئاب اكتر من 6 شهور
مش يعني مش عارفه هو ده كان اكتئاب ولا ده كان ايه ولا ده كان حاله نفسيه مثلا. بس انا كنت فعلا غريبه، ساكته، وحيده، نفسيتي مش حاسه اني مضغوطه، نفسيتي مش كويسه. فمين اللي طلعني من الحاله دي؟ انا انا اللي طلعت نفسي بنفسي. فما تعيشيش دور الضحيه، اوعي تعيشي دور الضحيه، اوعي تعيشي دور الضحيه. لو انت في اي مكان او في اي سيتويشن مش كويس، انت اللي تقدري تطلعي نفسك منه، وانت بس اللي تقدري تطلعي نفسك منه، او انت بس اللي تقدر تطلع نفسك منه. اوعى ابدا تعيش دور الضحيه ابدا، حتى بينك وبين نفسك. مش لازم انك مش بتشو ده قدام الناس، ولكن حتى تفكيرك بينك وبين نفسك. دايما تصحى الصبح تقول انا المتحكم في يومي، انا المتحكم في حياتي، انا المتحكم في مودي. انا ممكن دلوقتي اشغل حاجه بحبها تغير لي مودي 180 درجه. ممكن اشغل فيلم بحبه اصلا يخليني مش عايشه في الواقع، يخليني عايشه في الواقع بتاع الفيلم. ممكن اشغل ميوزك واقوم ارقص وكل الطاقه الايجابيه تكون محوطاني. انا اللي اقدر اغير حياتي، انا اللي اقدر امسك كتاب اعرف يعني ايه ان انا ادير مثلا المال. انا ما كانش عندي اداره مال، ما كنتش عارفه يعني ايه اداره مال. مسكت مبالغ كبيره جدا 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 في حياتي، عمري ما كنت اعرف يعني ايه اداره مال. انا اللي ماسكه امور حياتي، انا اللي عارفه ان انا ضعيفه في الحته دي، فانا لازم اقوي نفسي في الحته دي. ما اقولش لا ده انا ما اعرفش، انا مش عارفه، سوري اصلا انا ما اعرفش. لا لا ابدا، تقدر تغير حياتك، انت بس اللي تقدر تغير حياتك. اهلي ما يقدروش يغيروا حياتي، صحابي ما يقدروش يغيروا حياتي، البيئة اللي انا اتولدت فيها ما قدرتش تغير حياتي. مين مين يقدر يأثر عليك؟ ولا اهل، ولا بيئة، ولا مكان، ولا زمان، ولا صحاب، ولا حد يقدر يأثر عليك، ولا حد ابدا 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 يقدر يمسك امور حياتك بدلا منك. ومحدش ابدا يقدر يوجهك. انا ممكن انصحك، ممكن اديك نصيحة، ممكن اقولك تعمل ايه وما تعملش ايه لو انا اوريدي عندي اكسبيرينس ومريت بالموضوع ده، لكن انا ما اقدرش اغير لك حياتك. انا ما اقدرش اجي اقول لك تعالى روح المدرسه، تعالى روح الجامعه، تعالى خد الكورس الفلاني. انا ما اقدرش اعمل ده، ومحدش ابدا يقدر يعمل ده. فانت بس المتحكم في حياتك، وخلي حياتك على اجمل وجه. انت ما عندكش الا هي. انا رانيا ما عنديش الا دي بس اللي حياتي، اوكي؟ انا ما اقدرش اتحكم في اي حاجه في الدنيا غير في حياتي. هندي مثلا اكزامبل، اوكي؟ لو حد ضايقك في الشغل، في البيت، في الشارع، في اي مكان، حد اشتكاك في الشغل، حد اي حاجه، اي سيتويشن حصل لك خلى مثلا يومك يبوظ، اوكي؟ انت هتعمل حاجه من الحاجتين، يا اما اليوم كله بتاعك هيبوظ وخلاص هتشوف الدنيا سودة، وهتروح بالليل تنكد على البيت مش هتكلم صحابك ومش هتعمل كل حاجه بتحبها، اما هتنسى اللي حصل وخلاص. اوكي ده حصل سيتويشن انا اقدر اغيره بدماغي، يا اما انسى السيتويشن ده خالص واقدر بقى ان انا اغيره. مثلا لو حد اشتكاني بان انا بعمل اسلوب مش كويس، او ان انا مثلا اشتكاني في حاجه معينه في الشغل، انا اقدر اظبطها، تمام؟ لو حد اداني كومنت سلبي، اشوف الكومنت السلبي ده ما ياثرش بقى عليا طول اليوم وافضل بقى متضايق بقى وكده، لا. الكومنت السلبي ده اشوفه، افكر فيه، هل هو فعلا حقيقة؟ هل انا فعلا بعمل الحاجة السلبية دي واقدر ان انا اغيرها؟ واقعد بقى افكر طول اليوم انا ازاي هغيرها، ايه الحاجات اللي تساعدني اغيرها. فكر بالطريقة دي دايما على كل حاجة في حياتك. حصلت لي مشكلة، ازاي اخرج من المشكلة دي؟ غير حياتك من جوه، وبعد كده نشوف اللي بره. اللي بره سهل، اللي بره بسيط، اللي بره بجد لو غيرته 100 مرة، اللي جوه هو الأهم. مهما عملت